انتقلت إلى جوار ربها صباح اليوم الثلاثاء الفنانة الشابة إيمان تسونامي عن سن تناهز 48 سنة إثر تعرضها لسكتة دماغية بعد صراع مرير مع المرض خلال الشهور الماضية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة الترند العالمي، وهنا تجدون جديد الأخبار وآخر الاكتشافات في جميع المجالات. لا تبخلوا علينا بالاشتراك والإعجاب لتكونوا أول من يصل آخر التحديث. كشفت نجلة تسونامي في تصريح أن والدتها أسلمت روحها لبارئها اليوم بالمستشفى العسكري بالرباط بعد معاناة شديدة، داعية المغاربة للدعاء لها بالرحمة والمغفرة. ودخلت الراحلة إيمان تسونامي أواخر شهر غشت الماضي إحدى المصحات الخاصة إثر تعرضها لتسمم حاد تقال إلى رئتيها وانتشر في رجليها، قبل أن تدخل الأطباء في إنقاذها وتفادي بطرهما، ولكن حالتها ظلت حرجة مما جعلها تصارع المرض داخل قسم العناية المركزة. المر الإعجاب والمشاركة في القناة لتبقوا على اطلاع على جديد الأخبار المحلية والعالمية قبل أن يتدخل الملك محمد السادس للتكلف بمصاريف علاجها ويتم نقلها إلى المستشفى العسكري. وكانت أحد المصادر قد أوضحت أن الفنانة تسونامي كانت قد تعرضت لأزمة صحية مماثلة قبل سنوات، حيث غابت عن الساحة الفنية بشكل مفاجئ، وتبين أن الحالة التي مرت بها كانت نتيجة تعرضها للسحر والشعوذة من طرف أحد المقربين، وهو الأمر الذي تكرر مرة أخرى وتسبب لها في تسمم حاد ومضاعفات خطيرة لم ينفع معها علاج. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة. نأمل أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. لا تترددوا في مشاركة آرائكم وأفكاركم في التعليقات. إذا كان لديكم أي أسئلة واستفسارات فلا تترددوا في طرحها في قسم التعليقات، سنكون سعداء بالإجابة عليها.